بتكتب للاي اي زي ما بتكلم صاحبك، وبعدين مستغرب ليه كل مره يطلع لك نتيجه مختلفه. مره يطلع لك اوتبوت يعجبك جدا، ومره يطلع لك اوتبوت ما يعجبكش ومش هو ده اللي انت كنت متوقعه منه. تيجي تقول له اعمل لي لاندنج بيج حلوه وشيك، ده لو بتشتغل ويب ابلكيشن هتقول له اعمل لي لاندنج بيج حلوه وشيك. طب حلوه بالنسبه لمين وشيك بالنسبه لمين ومودرن؟ يعني ايه مودرن؟ هو طبعا بيبدا الاي اي يخمن ويبدا كل مره يطلع لك نتيجه مختلفه. وهنا يجي دور الجيسون برومبت. الجيسون برومبت هو طريقه ازاي تكلم بيها الاي اي عن طريق انستراكشنز بتكتبها له في الجيسون. طبعا الجيسون للي ما يعرفوش هو عباره عن اوبجكت ببدا ادخل فيه الكي والفاليو بتاعت كل انستراكشن انا عايزها. يعني مثلا هقول له الستايل او التاسك بتاعتك لاندنج بيج، الستايل مينيماليزم، الكالرز وهكذا. ولو عايز اعدل في اي حاجه ببدا اعدل على الجيسون اوبجكت ده، وده بيضمن لي ان الاي اي ما يخمنش. وخلينا اكون صريح معاك، لو انت عايز تسال الاي اي سؤال بسيط ومستني منه يفكر ويرد عليك، فالافضل انك تستخدم البرومبت العادي. انما لو انت ديزاينر او ديفلوبر وعايز تعمل مثلا اوتوميشن او تعمل حاجه معقده ومتكرره ومحتاج الاي اي ما يقعدش ان هو يخمن، فيستحسن انك تستخدم الجيسون برومبت. وانا عملت بي دي اف كامله، تقدر ان انت تبعت لي في الكومنت جيسون، هبعت لك البي دي اف دي واهم الكي ووردز للديفلوبرز. لو انت عايز تستخدم الجيسون برومبت دايما ويبقى هو المرجع ليك، ابعت لك كل الكي ووردز دي في البي دي اف، والبي دي اف ماشي من الصفر ويشرح لك كل خطوات استخدام الجيسون برومبت عشان تطلع احسن اوتبوت من الاي اي. ابعت لي في الكومنت جيسون وهبعت لك البي دي اف على طول. هيلرن كود اكاديمي، طريقك للانطلاق.